مارو، انا عندي مشكله كبيره جدا. ايه؟ الدكتور قال لي ان انا عندي ضعف في العضلات. يا خبر! ايه المرض الخطير ده؟ يا جماعه والله العظيم ثلاثه ما في مرض انا درسته ولا في دكتور هيبقى من الناس اللي بتتفرج عليا درسوه في اي كتاب طب ان كان في العالم اسمه مرض ضعف العضلات. بصي يا حبيبتي، انت عمرك ما هتروحي للدكتور وهينزلك من عنده من غير روشته. ولو رحت للدكتور وقال لك روحي العبي رياضه واشربي ميه وكلي اكل هيلثي، مش هتصدقي كلامه. باي ذا واي، لان هو دي الحقيقه اللي احنا عاملين نصطدم بيها، بس احنا مش عايزين نجوع. احنا حابين ان احنا نروح للدكتور يدينا على 5 6 ادويه. اولا نروح له ندفع له فيزيتا 400 جنيه او 500 جنيه، ويا سلام لو طلب مننا شويه تحاليل واشعه، بلس ان احنا بعد كده نجيبهم، وبعدين لما ناخدهم ما نخفش ونقعد نشتكي. احنا ده الراديكال اللي احنا عايزين نعيش فيه. يا جماعه ما حدش عنده مرض اسمه ضعف العضلات. ببساطه شديده، هو اي حد ما بيلعبش رياضه يبقى عنده ويكنس في جسمه. مش بس ويكنس في جسمه، كل اجهزه جسمه بيحصل فيها برين داون. مين قال ان الدوره الدمويه اللي شغاله واحده ست قاعده بتقلب اخرها الحله كل يوم وبتنزل تودي ولادها المدارس وبتجيبهم وبتقعد جنبهم جنب التمرين بتاع السباحه والباسكت بتاعهم وبتعلق الستاير وبتنظف البيت وبتمسح وبتعمل مجهود غير منظم، اذا هي عضلاتها كويسه. ده اسمه اجهاد، اسمه اجهاد عضلي، اسمه اجهاد بدني، وبيتسبب عنه كسور اجهاديه. يعني انا دارس حاجه اسمها كسر اجهادي. الكسر الاجهادي ده بيجي دايما بسبب المجهود الغير منظم، مش المجهود المنظم. اذا ايه اللي مطلوب مننا؟ ان احنا نيجي على نفسنا ونلعب رياضه. طيب، انا لما بلعب رياضه بتعب جدا وبحس بحرقان، وممكن اقعد اسبوع او 10 ايام او 2 ويكس تعبانه. ممكن اقول احنا بنعمل ايه لما بنلعب رياضه؟ العضله بيحصل لها تيرنج حقيقي، قطع. يعني انا لما بلعب مثلا ب 2 كيلو، فتبتدي العضله اللي انا بحمل عليها دي مش مستحمله، تبتدي تتقطع، تتنسف. الفايبرز اللي جوه المصل تبتدي تتنسف، تبتدي تتقطع. جسمي يبتدي يعمل هيلينج لها. اسباب انا شلت وزن قد ايه، وانا كنت المفروض اشيل وزن قد ايه، جيت على نفسي قد ايه، حملت على نفسي قد ايه، الديوريشن اللي انا لعبت فيها قد ايه. دي حجم اصابه العضله، حجم التيرنج اللي حصل في العضله. جسمي هيعمل هيلينج، هيعمل هيلينج. ممكن يعمل هيلينج في ساعه او 2 او يوم. يعني انا شخصيا واحده انا مدربه، فانا في اوقات كتيره باي ذا اند اوف ذا داي ببقى كويسه. في ايام بتقعد التيرنج معايا يومين وثلاثه. في اصابه جات لي قبل رمضان، قعدت 2 ويكس لحد ما التيرنج لم. كنت عملت انتنسيف قوي مجهود على الكف بتاعتي، وانا متاكده ان العرض اللي عندي ده تيرنج. يعني ايه يا جماعه تيرنج؟ ده مش حاجه غلط. هي العضله عشان تبنى هي لازم تتقطع ويبتدي الجسم يعملها هيلينج. مش احنا عندنا في جسمنا مش شعرنا بيقع وبعدين جسمنا بيطلع شعر تاني؟ خلايا جسمنا مش بتموت وبتتجدد كل يوم؟ العضله بتتقطع ويبتدي الجسم يجدد. اقول حاجه بسيطه، عارفين البنا ايده عامله ازاي؟ البنا ده لما اتولد كانت ايده عامله زي البيبيهات زينا كلنا، ايديه ناعمه وجميله وحلوه. شال طوب وزلط وسن وتعرض لحاجات قاسيه، ايديه اتقطعت وبقت خشن. ايه اللي حصل؟ جسمه ابتدى يعمل هيلينج للخلايا بتاعه الجلد. ابتدى يعمل هيلينج لايه؟ هو بقى بيقول لنفسه جسمه الراجل ده بيعمل حاجات مش طبيعيه في جلده، يلا نعمل له انذر سترونجر كوبي من خلايا الجلد بتاعته. اذا انا دلوقتي انا ايدي ناعمه، كل شويه بعورها، كل شويه بعورها، كل شويه بعورها. فجسمي كل ما بيعمل هيلينج بيعمل انذر سترونجر كوبي، عمال يعمل نسخه اقوى، نسخه تتحمل الضغط اللي انا عمال اعمله عليه. نفس الكونسبشن اللي بيحصل في العضله. انا بشيل في العضله 2 كيلو، يبتدي يحصل لي تيرنج، يبتدي جسمي يعمل ريكفري. ريكفري ده ممكن يوم واثنين او ثلاثه، او زي ما قلت ماكسيمم. حصلت لي مره واحده في حياتي وانا طول عمري بتاعت رياضه، شهر. شهر ماشي خلاص. يبتدي يعمل الجسم انذر سترونجر كوبي. اجي اشيل 2 كيلو، ايه ده؟ انا كنت بشيل 2 كيلو وانا مش حاسه بحاجه. ليه؟ لان العضله اوريدي اللي اتبنت بقت اقوى، اللي هي السترونجر كوبي اللي جت. فابتدي ايه؟ اقوم دايسه، اقوم شايله 3 كيلو، يبتدي يحصل تيرنج، ويبتدي تاني جسمي يعمل هيلينج، ويبتدي يعمل لي ريكفري يبقى انذر سترونجر. فيا جماعه بعد اذنكم بلاش ان احنا نخاف من الرياضه، وبلاش نقول ان احنا عندنا ضعف عضلات ومفيش اي حاجه. على الله. انا كواحده يعني ادعي ان انا شويه بفهم في الحته بتاعتي. يعني تمنع حد من لعب الرياضه الا حاجتين: لو واحد عنده مشكله كبيره فيلير في شرايين القلب، او رضا لا يشتغل قلب، مش كل امراض القلب ينفع يشتغل. لو عنده فيلير كبير في مشاكل في شرايين القلب، او عنده روماتويد، لان بتوع الروماتويد وبتوع الروماتيزم هم لازم لهم شغل معين. يعني في ناس معايا عندهم روماتويد، وبتوع الروماتويد بنزلهم معايا اقوى، بنزلهم معايا اقوى ايروبكس. وبتوع الروماتيزم بشتغل معاهم بروتينز معينه بس يقولوا لي. فاحنا حتى الناس دولت هم لهم بريكوشن في طريقه اللعب معاهم، ولكن برضه يلعبوا. مش عارفه اقول والله ما يصح، ما يصحش.